شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نسير ورمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وهدى وتقوى وبشرى، وشهر إن شاء الله نكون قد كتبنا فيه عند الله سبحانه وتعالى من الفائزين من المغفور لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفرد هذه الحلقة إن شاء الله بموضوع ليلة القدر. ذكرت في حلقة سابقة بأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى كأنما جعل هذه الليلة على وجه التحديد هي عبارة عن الخبيئة أو الأمر الذي خبأه الله سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن الجائزة التي ستكون للفائزين في هذا الشهر المبارك. ولكن لحكمة الله تبارك وتعالى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه بميقاتها تحديدا، أي بوقت ليلة القدر تحديدا. ثم تخاصم رجلان تخاصم الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت أصواتهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وقد أنسي التوقيت عليه الصلاة والسلام. وإنساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بطبيعة الحال لأمر قدره الله عز وجل، لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، من جهة فيها درس في إن والله كيف أن الخصام والشجار يحرم المسلمين ليلة القدر، وفي ذلك أيضا درس عظيم جدا بأنه كثير من الانتصارات وكثير من الخيرات وكثير من المنح الإلهية والهبات الرحمانية قد يحرمها المسلمون بسبب معصية تقع بينهم، بسبب شجار، بسبب افتراق، بسبب ذنب من الذنوب قد نحرم، ففيها درس على كل. والدرس الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تجعل العشر الأواخر كلها أيام بحث وأيام تحر وأيام سباق، الكل يتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتسابق المتسابقون، يسارع المسارعون حتى يحصلوا على هذا الكنز العظيم وهو ليلة القدر. فكأنما أراد الله كذلك. أيضا هنالك مسألة مهمة جدا سبحان الله اليوم نراها في واقعنا، وهو أن المسلمين الآن ترون أحيانا يختلفون في المطالع ويختلفون في التوقيتات، فأهل المشرق أحيانا يصومون وأهل المغرب لا يصومون، وهكذا. هذه المسألة اليوم نراها واقعة، فلو حدد النبي صلى الله عليه وسلم يوما محددا ربما لأدى ذلك إلى كثير أيضا من الإشكالات، فتركها حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون كل الذين يدخلون إلى هذا الصيام يبحثون عن ليلتهم في يومها. فمنهم من تقع له بالتاريخ المحدد والله هي ليلة واحدة بلا شك، ولكن قد تكون عند البعض ليلة وترية، وعند آخرين ليلة شفعية، الليلة من ليالي الشفع، وهكذا. فنحن حكمة أن الله تبارك وتعالى أخفى عنا هذه، لكن الله تبارك وتعالى أنزل سورة كاملة في هذه الليلة وفضلها. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذه السورة تتحدث عن ليلة من ليالي هذا الشهر، وسماها الله تبارك وتعالى ليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة التي ذكرت في آية أخرى في سورة أخرى في سورة الدخان، ربما يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة قال فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الليلة لها خصائص. أول هذه الخصائص أنها الليلة التي نزل فيها القرآن، هي الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن، أو نزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماوات الدنيا، ثم بعد ذلك بدأ ينزل منجما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي ليلة فيها خاصية نزول القرآن وارتباط القرآن بالصيام. الأمر الثاني أن هذه الليلة هي ليلة ذات قدر، فهي ليلة القدر، إما أنها ليلة عظيمة، وإما أنها ليلة المقادير التي يقدرها الله سبحانه وتعالى كما قاله بعض أهل العلم، ففيها يكون المقادير تخرج، المقادير السنوية والأقدار السنوية تخرج من اللوح المحفوظ وتوضع عند الملائكة الكرام
يتملكون خطة العام كما يقولون، فتكون قد تكشفت للملائكة الصورة، ويكون كثير من الناس في هذه السنة كتب من لحظة ليلة القدر كتب بأن فلان عند الملائكة معروف بأن روحه ستقبض خلال هذا العام، فهي ليلة المقادير. أو ليلة القدر بمعنى أن ليلة الضيق، كما قالها أيضا بعض أهل العلم. كيف ليلة الضيق؟ قالوا تضيق الأرض بالملائكة لكثرتها. تضيق الأرض لأنه الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فإذا التقدير القدر هنا بمعنى التضييق، ضاق عليه رزقه أو قدر عليه رزقه بمعنى ضاق عليه. فهنا الضيق المعني به هو أن هذه الليلة تنزل فيها الملائكة لدرجة أن تتزاحم الملائكة في هذه الليلة. أيضا هذه الليلة الله تبارك وتعالى ذكر بأنها تتنزل فيها الملائكة، يتنزل فيها الملائكة والروح، فيتنزل الملائكة ويتنزل جبريل مع الملائكة وهو روح القدس، وهذا التنزل يكون فيه رحمة كبيرة جدا للناس في هذه الليلة. ولذلك هذه الليلة هي ما يمكن أن نسميه نحن في مصطلحاتنا بأنها يوم السلام العالمي، السلام الذي يسود الكون كله، فكأنما أطفى الله جل جلاله باسمه السلام على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعلى كل الناس، بحيث في هذه الليلة يخرج الله تبارك وتعالى آلاف من الناس، يدخل آلاف من الناس إلى رحمته ويخرج آلاف من الناس من عذابه ومن جهنم. فهذه ليلة فيها على كل عملية السلام. هذه الليلة كذلك من الليالي التي تستمر إلى طلوع الفجر، ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، الفجر الذي يكون معه الأذان. إذن هي ليلة فيها هذه المقامات وفيها هذا السباق وفيها هذا الخير. وأيضا تتسم هذه الليلة بأن التعبد فيها وهو القيام فيها يساوي 83 أو 84 سنة من عمر الإنسان، يعني كأنما عمر كامل أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الليلة تحتاج منا إلى حرص، وتحتاج منا إلى إيقاظ، وتحتاج منا إلى حشد، وتحتاج منا إلى تشجيع، وتحتاج إلى أن نتلمسها ونتحراها، ثم تحتاج منا أن نكثر الدعاء فيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أن يدرك الناس هذه الليلة. وكانت أمنا عائشة تقول: يا رسول الله أفرأيت إن يعني أحسست أو شعرت بليلة القدر فماذا أقول؟ كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها إلى غير ذلك من الأدعية التي يمكن إن شاء الله أن تكون في هذه الليلة. إذا ليلة القدر لا بد أن نحرص إن شاء الله على أن نسعى لها بقية الأيام. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرونها في العشر الأواخر، وكانوا يتحرونها في الأوتار من العشر الأواخر. وبالتالي نحن حتى لا تفوتنا إن شاء الله لحظة من اللحظات، وخصوصا في اختلاف المطالع واختلاف الناس في موضوع اليوم أو الأيام. أحيانا واحد يكون اليوم ليلة 20 وعند الآخرين ليلة 21، فنحرص إن شاء الله في العشر الأواخر جميعا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن ندخل في هذا المضمار وفي هذا السباق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الليلة المباركة، وأن يجعلنا ممن قامها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أيضا من الأشياء التي اختص الله بها هذه الليلة المباركة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره، وعلى رباه تنزل القرآن.